حد يشيل خريطة الدوري الجنوب افريقي من الكاف. النادي الاهلي اصبح بيعمل فوطة ساقعة، اغرب اندية ممكن تشوفها في حياتك. تخيل معايا كده بعد تعادل النادي الاهلي امام فريق اورلاندو الجنوب افريقي الساعة 3 عصرا بدرجة حرارة تتخطى ال 34 درجة مئوية، اضافة نسبة الرطوبة كانت عالية للغاية. لاعيبة النادي الاهلي حرفيا زي ما انتم شايفين في الفيديو امام حضراتكم كانوا بيعملوا فوطة ساقعة. ايوه زي ما انت سمعت، مش فوطة سخنة، فوطة ساقعة. كده كده الجو سخن خلقة. يقول لك ليه النادي الاهلي مش عارف يفوز في جنوب افريقيا؟ النادي الاهلي ما كسبش ولا مباراه في جنوب افريقيا. انت بتجيب لعيبه النادي الاهلي بتقول لهم تعالى اجيب لكم ضربه شمس، ارتجاج في المخ. يمكن المكسب الوحيد في هذه المباراه ان اللعيبه كانت سليمه، مفيش اصابات، وتصدرت المجموعه بفضل محمد الشناوي. محمد الشناوي في الشوط الاول تصدر انفراد تام في وسط غفله من لعيبه النادي الاهلي. لك ان تتخيل معايا كده ان النادي الاهلي خاض حوالي 16 مباراه مع انديه جنوب افريقيا، 0 فوز في مباراه، وتعادل في 9 مباريات وخسر في 7 اخرين. النادي الاهلي اصبح بيعمل فوطه ساقعه، من المعروف ان هي فوطه سخنه، ولكن من اللي بتعمله انديه جنوب افريقيا في النادي الاهلي. ويجي مشجع زملكاوي بائس محلي شمتان النادي الاهلي متصدر. انت اخرك تتصدر مع البط الكيني، اخرك تتصدر مع ابو سليم اللباني، مع الشرطه الكيني في كاس الكونفدراليه ما حصلتش مراكز شباب، رغم النادي الاهلي كسبها مره. بقول لك بطوله سهله، بطوله ضعيفه، بطوله ما بتوصلكش كاس عالم اللي انت عمرك ما شاركت فيه، علشان بس البعض من جماهير نادي الزمالك اللي هتقول لك انت مش عارف تكسب فريق زي اورلاندو الجنوب افريقيا. على الاقل الفريق ده وصل نهائي 2013. دايما بيستضربوا النادي الاهلي الساعه 3، ما انت بايدك تلعب الساعه 8. لا انت عرفت تلعب كوره ولا لعيبه النادي الاهلي عرفت تلعب كوره. انت مش عارف تكسبني على ارضك. تخيل معايا كده النادي الاهلي في وسط جمهوره هيعمل فيكم ايه؟ في استاد القاهره وسط 50-60 الف مشجع من جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي حاليا متصدر هذه المجموعه، فريق اورلاندو بياتي في المركز الثاني بعد النادي الاهلي، ولكن عايز اقول لك النادي الاهلي كده كده هيصعد من هذه المجموعه. بالمناسبه عايز اقول لك ان فريق اورلاندو فريق مش قليل، الفريق ده قدر يفوز على النادي الاهلي بنتيجه 3-0 في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات في عام 2013 في ظل وجود ابو تريكه وليد سليمان. كان جيل قوي، النادي الاهلي كان بيمتلك ساعتها سكواد قوي. ساعتها كانت المباراه في شهر رمضان، اللعيبه ما كانتش مركزه. زي ما بقول لك اورلاندو كسب النادي الاهلي بنتيجه 3-0. النادي الاهلي خد حقه في نفس النسخه في نفس البطوله في النهائي الشهير بتاع ابو تريكه، والهدف الافتتاحي العالمي من كره ثابته على استاد اليس بارك في جنوب افريقيا. ساعتها فريق اورلاندو تعادل امام النادي الاهلي، ولكن لولا شريف اكرام لو اتشاطت عليه ثلاجه هتسكن شباكه بالفعل. اتعمل عليه تسديده من نص الملعب في الدقيقه 93 سكنت شباكه وتعادل النادي الاهلي. كان هيبقى اول مكسب للنادي الاهلي. ثم في مباراه العوده النادي الاهلي فاز بنتيجه 2-0. الهدف الاول سجله الماجيك ومحمد ابو تريكه ايضا، والهدف الثاني كان سجله احمد عبد الظاهر. فريق اورلاندو في المجمل افضل من الزمالك، بيشارك اكتر من الزمالك في دوري ابطال افريقيا، فريق له باع كبير جدا. علشان ما يجيش بائس محلي زملكاوي يقول لك انت مش عارف تكسب فريق اورلاندو، فريق زي اورلاندو على الاقل هو مشارك في دوري ابطال افريقيا، بياتي في المركز الثاني مع النادي الاهلي. تعال بقى نتكلم شويه فني. امام عاشور بيعمل ايه؟ لعيبه النادي الاهلي كلها لو هقيمها هتاخد اصفار. يمكن اللاعب اللي اتظلم في هذه المباراه هو وسام ابو علي، كان بيتحرك وبيضغط ولكن ما تلعبلوش كور، مش مباراته. النادي الاهلي نازل يلعب على التعادل. لعيبه النادي الاهلي طول المباراه بيعملوا فوطه ساقعه. نجم المباراه بالنسبه لي محمد الشناوي، انقذ النادي الاهلي من الخساره، تصدر اكثر من هدف مؤكد بنسبه 100%، خصوصا الفاول اللي كانت لعيبه النادي الاهلي حرفيا كانت سرحانه وكانت في غيبوبه لولا تركيزه وبراعه الشناوي. ومع ذلك الكابتن عادل القيعي طلع يقول لك النادي الاهلي مش محتاج صفقات، النادي الاهلي قادر ان هو يصعد من دور المجموعات بهذه اللعيبه. دي فرقه مش محتاجه صفقات. شفت اداء النادي الاهلي في الدوري يا كابتن عادلي كان شكلها عامل ازاي بعيدا عن اجواء وظروف هذه المباراه؟ كلنا عارفين عاذرين لعيبه النادي الاهلي، اجواء لا تصلح، والنادي الاهلي خرج بمكسب كبير بدون اصابات. ولكن ما تطلعش تقول النادي الاهلي مش محتاج صفقات، انت كده هتخلي الكابتن محمود الخطيب انت هتاخد هبره 50 مليون دولار، بخلاف النادي الاهلي لما يفوز في اي مباراه في كاس العالم يحصل على الملايين من الدولارات. ومع ذلك يقول لك الاهلي مش محتاج صفقات. النادي الاهلي محتاج صفقات سوبر. بيرسي تاو لا يصلح ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي، لعيبه كتير لا تصلح ان هي ترتدي قميص النادي الاهلي. الواحد مش عايز يذكر اسماء عشان اللعيبه بتزعل لما بتشاهد الفيديوهات بتزعل. عشان كده انا عايزك تقول لي رايك كمشجع للنادي الاهلي، رايك في تصريحات الكابتن عادل القيعي بيقول لك النادي الاهلي مش محتاج صفقات، النادي الاهلي هيخش كاس العالم بدون صفقات. انت رايك ايه في الكلام ده؟ وهل انت كمشجع للنادي الاهلي راضي على هذه النقطه في وسط كل هذه الظروف الصعبه والفوطه السخنه ولا لا؟ سلام.